تعالوا كده، تعالوا قربوا عليا. شايفين المنظر ده؟ الشاطر فيكم يقول لي المنظر ده شبه ايه؟ شبه رغيف حواوشي بتاع مين؟ بصوا المنظر والجمال. ما هو ما ينفعش اكون من عابدين وما اعمل لكمش الوصفه. وصفه احلى رغيف حواوشي مصري بيتعمل في جمهوريه مصر العربيه. اكتبوا في الكومنتات الرغيف ده بتاع مين. هيبقى معانا اول حاجه 4 بصلات كبار، دول حوالي نص كيلو 600 جرام. ما تتخضوش من الكميه، الحواوشي بيحب البصل بيحب الخضار جدا. تمام. ومعانا هنا 4 فلفلات رومي، دول حوالي 200 جرام تقريبا. ومعانا في قرن فلفل حامي، ده اللي بيحب الشطه. ومعانا طماطمايه واحده انا قطعتها وشلت منها القلب بتاعها. اهم حاجه تشيلوا قلب الطماطمايه. تمام. هنضرب الكلام ده كله في الكبه بتاعتنا، ونصفي الخضار بتاعنا كويس قوي من الميه. طبعا الكميه اللي انا بعملها دي تكفي كيلو لحمه، لو هنعمل نص كيلو ناخد نص الكميه. ننزل بقى بالبصل والفلفل بتاعنا والطماطم على اللحمه، ونتبلهم بمعلقتين ملح. طبعا الملح على حسب التست، كل واحد بيحب الملح بتاعه قليل او كتير. حوالي معلقه صغيره حبهان مطحون، ومعلقه زنجبيل مليانه، ومعلقه ونص فلفل اسود، ومعلقه صغيره توم باودر، وحوالي معلقتين من خلطه ال11 بهار. ونخلط الكلام ده كله كويس قوي مع بعض. واهم حاجه نسيت اقول لكم عليها، نبشر حوالي نص واحده جوز الطيب. بعد ما عجننا اللحمه بقى بتاعتنا كويس قوي، هنجيب العيش وناخد كميه مناسبه من اللحمه. طبعا يا جماعه انا نسيت اقول لكم في الاول، اللحمه بتاعت الحواوشي مهم تكون فيها نسبه دهون حلوه. يعني الحواوشي بيحب الدسم، ما تجيبوهاش لحمه حمرا خالص. يعني اقل واجب مثلا 30% دهون. طبعا احنا في البيت عندنا نعمل الرغيف مليان، مش زي ما بنجيبه من الشارع. اهم حاجه بس نسيب الطرف بتاعه ده فاضي كده. تمام. الرغيف بتاعنا جاهز، انا حاطط كميه محترمه طبعا في الرغيف، مش زي ما بنجيب من الشارع. نجيب بقى الصاج بتاع الفرن بتاعنا، ونديله رشه زيت خفيفه، وننزل بالعيش على الوش الاول. اول حاجه على الوش بتاعه، وندخله الفرن يكون متسخن على درجه حراره 150 بالكتير. ونسيبه اول حاجه 10 دقائق بدون تقليب، وبعد كده نقلبه كل 3 4 دقائق لحد ما يستوي. الحواوشي بتاعنا بقى جهز وطلع كده بالمنظر ده. بصوا المنظر بتاعه عامل ازاي. بصوا منظر العيش. نفتح من جوه، وننزل اول حاجه بواحده جبنه شيدر، وننزل بحبه زيتون اخضر متقطع رفيع كده صغير، شريحتين طماطم، شريحتين فلفل رومي، واحده جبنه شيدر تانية بالمنظر ده. ونقفل عليه، وندخله على شبكه الفرن 3 دقائق بالظبط. الجبنه تسيح معانا، وبالف هنا وشفا.